الاجازات والنزول مصر امتى وازاي؟ وايه اكتر لحظه بتكسر المغترب؟ اكتر لحظه بتكسر المغترب لما يحس انه محتاج ينزل ومش قادر ينزل. بس قبل ما تفكر في النزول اسال نفسك، هل انا فعلا محتاج انزل ولا بس زهقت من الغربه؟ ولا انا يمكن بهرب من ضغط؟ ولا انا شايف صحابي نزلوا فقلت انزل انا كمان؟ الاجازه مش حق مضمون، هي قرار لازم تحسبه كويس جدا. اولا التوقيت، ما ينفعش تكون لسه ما بداتش، لسه ما ثبتش رجلك في شغل، لسه ما استقرتش وتقول انا نازل رايح اجازه. كل حاجه ليها وقت، وانطباعك في اول سنه بيعيش سنين. ثانيا الفلوس، تذكره لوحدك ما بين 1500 ل 2500 درهم. لو معاك زوجتك وطفلين احنا بنتكلم في من 7000 ل 10000 درهم. ده بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما تنزل اصلا. طيب هتنزل تعمل ايه؟ خروجات، عزومات، لبس جديد، كام كيلو لحمه للبيت؟ كل الحاجات دي مع شويه هدايا وشويه مجاملات وشويه مناسبات هتروحهم بتتسحب من محفظتك من غير ما تحس. فلو انت نازل وانت مش حاسبها لازم تستنى واسأل نفسك كده سؤال واضح: هل الأجازة دي هتفيدني فعلا وهتنجز معايا مصلحة، ولا هترجعني مديون ومضغوط أكتر نفسيا وماديا؟ لو هتنزل انزل وانت مخطط لكل حاجة. قول أنا نازل 14 يوم، معايا كذا وكذا وكذا هعملهم، وكل حاجة محسوبة. قول أنا عندي سبب واضح وجاهز أروح وارجع أكمل أقوى. لكن ما تعملش زي الناس اللي بتقول والله أنا نازل أغير جو من غير ما يحسبها، ولما تيجي ترجع الشغل تلاقي مخصوم منك مرتب ومتضاعف عليك شغل والناس كلها هناك قرفانة منك. فنصيحة من الآخر، الأجازة الحقيقية مش إنك تركب الطيارة، الأجازة الحقيقية إنك تنزل وانت مرتاح وترجع وانت مرتاح ومبسوط وأقوى من قبل ما نزلت.